بلدي لم يعد في أفريقيا، لقد أصبحنا جزءاً من أوروبا. الخديوي إسماعيل كان مبهور جداً بالطراز المعماري اللي موجود في فرنسا واللي اتعمل على إيد هوزمان، وقرر إن هو ينقله مصر، وده إحنا اتكلمنا عليه في المواسم اللي فاتت. بس ما كناش اتكلمنا على الأخطاء اللي وقع فيها الخديوي إسماعيل، اللي كان همه إن التغيير اللي شافه في فرنسا يشوفه في مصر خلال سنتين بس، وده طبعاً قبل افتتاح قناة السويس عشان الزوار لما يجوا يشوفوا التغيير اللي عمله. بس ما كانش يعرف إن هوزمان عمل التغيير ده في 20 سنة. يعني مثلا إدارة المياه والصرف الصحي خلى إدارتين مسؤولين عنها، ده غير القروض الكتير اللي أخدها من الدول الأوروبية بفوائد عالية، وده اللي خلى إن مصر عرضة للتدخل الأجنبي. وركز الخديوي إسماعيل على إنشاء الأحياء الراقية، ما اهتمش بالطبقة الفقيرة، ورجع كمان نظام السخرة لتوفير العمالة اللازمة لبناء المشاريع، وتجاهل أولويات الوطن، بس لحق يعمل كل اللي عاوزه قبل افتتاح قناة السويس. الخديوي إسماعيل كان عايز يثبت إن هو ملك بكامل السلطات، فدعا الملوك والأمراء من كل أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح وتدشين قناة السويس، منهم الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث، وكمان إمبراطور النمسا وولي عهد روسيا وأمير هولندا ومعظم أمراء وملوك دول العالم. وعمل الخديوي إسماعيل حفل افتتاح رهيب جدا، لدرجة إن أحد المدعوين كان الرسام أوجين فرومانتين، اللي ذكرها في أحد مذكراته قائلا: أضاءت الأنوار المكان كله عند المساء، وأطلقت الألعاب النارية أمام قصر الخديوي، وكانت الموائد زاخرة بأفخم أنواع الطعام في كل مكان، وأقيمت حفلات عشاء باذخة تضمنت أفخر الأنواع من النبيذ والأسماك والبط البري، ما يكفي لإطعام 8000 شخص في وسط الصحراء. ونهى كلامه قائلا: كان ذلك مزيجا خياليا بين الإفراط والتكلف المبالغ فيه وسط فقر مدقع. الخديوي إسماعيل عمل ده كله عشان يثبت إنه هو مختلف عن أي والي تاني. شاركني برأيك، إيه اللي هيحصل لو كان تم توفير كل المصاريف ديت؟